ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل احلى صينيه نجريسكو بطريقه مختلفه وغير مكلفه خالص. اهم حاجه تكون مكوناتها موجوده عندنا في البيت، وان شاء الله هتكون موجوده لان مكوناتها سهله وبسيطه. بس لو اول مره تشوفيني يا ريت تحطي لي لايك وتشتركي في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه كده بقى هنعمل حشو النجريسكو اللي هو بالفراخ والخضار. اول حاجه حطيت معلقتين كبار من الزيت على معلقه سمنه. انا حطيت بقى كده بصراحه سمنه بلدي، انا من محبين السمنه البلدي. بس ممكن زبده، ممكن سمنه عاديه خالص. معلقه كبيره كده منها بالشكل ده. هسيبهم بقى لحد ما يسخنوا والسمنه تسيح بقى براحتها. اول ما تسخن بقى وتسيح بالشكل ده كده، هكون مقطعه الخضار بتاعي اللي هو عباره عن بصلايه كبيره متقطعه شرايح كده طويله، مش ناعمه. لا، شرايح طويله كده. هقلبها كده لمده دقيقتين. اهم حاجه ان انا انزل بالبصلايه بتاعتي، يكون الزيت سخن. حطيت بعد كده 3 فصوص من الثوم متقطعين بالشكل ده كده، وهقلبهم بالشكل ده. هقلبهم لحد ما البصلايه تدبل برضو. احنا عايزين تكون حاجات خفيفه وفي نفس الوقت تكون حاجه كده لذيذه. معايا فلفل اخضر، قرن واحد بس. ممكن تنزلي باي فلفل الوان، اي لون انت تحبيه، حامي او بارد او اي لون عادي. بعد كده معايا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه شرايح بالشكل ده كده، بنزلها على الخضار اول ما بيدبل كمان الفلفل بالشكل ده كده. طبعا تحبي تضيفي اي خضار، اي خضار تحبيه ممكن تضيفيه. ممكن طماطم كمان، ممكن اي حاجه تحبيها يعني عادي. وبعد كده هضيف لها بقى خلطة اللي انا عاملاها. دي خلطة يا جماعة في منتهى الجمال. لو ما عملتيش الخلطة دي ممكن تنزلي عليها بالبهارات بس. الخلطة دي انا عاملاها في شوي الفراخ، حاجة كده في منتهى الجمال. ممكن تجربها في كل حاجة، مش بس الفراخ بس المشوية ولا النجريسكو، كل حاجة ممكن تعمليها. بقى البشاميل، حطيت كده نص كوباية من الزيت، عليهم 6 معالق من الدقيق، حسب يعني الكمية اللي انت هتعمليها. انا عملت هنا صينيتين، خدت 6 معالق بالظبط معايا. انتي لو هتعملي اقل يبقى 4، يعني انتي لو هتعملي صينية واحدة بس ممكن 4 معالق بس من الدقيق. حسب الكمية بتاعتك بقى تضيفي الدقيق بتاعك. انا حطيت خلاص كده بعد ما حمرت الدقيق كويس. لازم يتحمر علشان يبقى لونه حلو وما يعجنش وميبقاش طعمه مش كويس. هحط بقى، انا عندي هنا 2 كيلو من اللبن. بحط شوية بشوية علشان اللبن بتاعي ما الدقيق ما يكلكعش، وفي نفس الوقت البشاميل يطلع مظبوط. انا حطيت 2 كيلو، انت ممكن تحطي كيلو واحد وكيلو من المية، نفس مقدار اللبن تحطي مقدار من المية. بعد كده حطيت البهارات بتاعتي. وبعد كده كمان ده بقى بالشكل ده كده، حطيت فلفل وكمون والسبع بهارات وورق لوري. يعني شفتوا القوام بتاعه بيبقى بالمنظر ده كده، تخين شوية، مش بيبقى رقيق زي اللازانيا. هو ده بيبقى أتخن شوية. طبعا أنا سلقت المكرونة بتاعتي سلق كامل إلا حاجة بسيطة بس. آه بحطها في بولة كده أو في طبق، وباخد الكمية بتاعتي وبعد كده بقى أحط عليها معلقتين من البشاميل حسب رغبتك. ممكن تحطي أكتر، ممكن تحطي أقل زي ما انتي عايزة. بعد كده بقلب المكرونة بتاعتي بالبشاميل كويس علشان كل حاجة كده تدخل في بعضها كده وتبقى حاجة كده في منتهى الجمال. زودت الكمية كمان. انت طبعا انت ممكن تزودي كمية البشاميل او تقلليها حسب رغبتك خالص، يعني حاجة في اللي انت عايزاه يعني براحتك. معايا كده الصينية بتاعتي، جبتها حطيت فيها رشة من الزيت على رشة من الدقيق علشان لما اطلع الصينية بتاعتي او اطلع القطع بتاعة المكرونة يعني وكده تطلع مظبوطة وما تطلعش لازقة في الصينية. دهنتها كده معلقتين من البشاميل بالشكل ده كده. حطيت بقى نص كمية المكرونة بتاعتي، هفردها بقى بالشكل ده. انا اكيد طبعا مش معايا المكرونة دي بس، انا معايا غيرها كمان. بس انا يعني ايه يعني بقيمها بكده بصراحة، لما بحط شوية بشوية وبعد كده بحط عليها البشاميل. طبعا حسب رغبتك برضو زي ما انت تحبيها، اكيد انت بتعمليها احسن. وبعد كده حطيت طبقة من البشاميل كمان.
الناس هتستغرب تقولي انت عاملاها ازاي بمكرونه اقلام، هي المفروض بمكرونه سباكيتي. يا جماعه انا عندي حاجه مختلفه شويه وحاجه يعني جديده شويه، وجربوها بتي مش هتندموا. الخلطه طبعا بتاعتي بعد ما طابت حطيتها بقى بالشكل ده كده، فردتها على الصينيه، على المكرونه بالشكل ده كده. وبعد كده هرش عليها رشه من الجبنه. انا حطيت جبنه موزاريلا، تحطي اي جبنه بس يعني اللي هو لازم تبقى فيها انها لازم تسيح يعني وتدي طعم وكده. بصوا يا جماعه ما حدش يستغرب من المكرونه برضو. اي حاجه ممكن تعمليها، ما تقفيش على اي حاجه خالص، ما فيش حاجه هتوقفنا. وان شاء الله يعني الوصفه دي هتعجبكم علشان في منتهى الجمال، واكيد طبعا احنا عندنا المكرونه دي كلنا في البيت ان شاء الله. حطيت بقى الكميات تحت التانية كده فوق الخلطه بتاعه النجريسكو بالشكل ده. وبعد ما احطها كده بالشكل ده بفردها بقى واسويها. وبحط باقي البشاميل بتاعي كده وبسويه طبقة كبيرة شوية. انا مش بحط الجبنة دلوقتي يا جماعة، انا بحط الجبنة اول ما بتقرب تطيب كده، خلاص فاضل لها دقيقتين بالظبط وتطلع من الفرن. انا بحب احط الجبنة بقى بتاعتي عليها. بعد كده بحطها في الفرن لدرجة حرارة متوسطة. وبعد كده بطلعها بقى من الفرن، ده بيبقى شكلها كده يا جماعة يفتح النفس بجد، حاجة كانت في منتهى الجمال. مش بس الشكل اللي يفتح النفس بجد، كمان كانت الطعم تحفة. بصوا بقى لو تلاحظوا يا جماعة وهي السكينة بتقطعها كده كده حاجة دايبة كده وبتقطع بسهولة، وبجد كانت في منتهى الجمال. بقى بجد يعني الناس اللي بتحب الحاجات الجوسي وحاجات مزفلطة كده وحاجات جميلة بجد، جبن وبشاميل وحاجة كده حلوة بجد. كده بقى بعد ما قطعت الصينية بتاعتي أم، كانت حاجة في وهم والله بجد. انت طبعا ممكن تضيفي لها زيتون، ممكن تضيفي لها الخضار اللي احنا قلنا عليه، اي حاجة انت تحبيها. كده يكون الفيديو بتاعي خلص، ما تنسنيش في اللايك والاشتراك، ويا رب تجربي الوصفة وتعجبك.